أنا أشكر المنظمين لهذا الجمع، وكلامي من مجموعتين. أولاً أؤكد كلام أخونا الدكتور عبد الزاهر الجبوري إنه إحنا يوم وقفنا بوجه الطاغية كنا نتأمل أما سجن وأما إعدام، لم نكن نتأمل مؤسسة من المؤسستين الشقيقتين السجناء والشهداء، ولم نكن نتأمل راتب ولا غيرها. إذن فما أدلوا علينا به أخوتنا جزاهم الله خير، الأخ مسؤول دولة القانون والأخ رئيس لجنة الشهداء، من كلمات طيبة كانت أبلغ وأكبر تأثيراً على قلوبنا وعلى عقولنا من كل ما نتمناه من المؤسسة، فشكراً لكم. ثانياً أحتاج أن أجاوب أخوتي من رخصة إدارة الحفل بموضوع عملي بلا زحمة عليكم. اسمحوا لي دقيقة واحدة مو أكثر. أنا اليوم أبو رباب، وأنا اليوم عندي زيارة جمهور. أنا داعيكم هنا على غدا. يا أخوان أنتم غدا يكفي. أنتم الأخوان الباقين بلا زحمة عليكم، اعذرونا. العجب عدم الشيء. يا اخوان موضوع تشريعي، ماده 13 التشريع ظلمنا. اولاد السجين السياسي المتوفى التشريع ظلمنا بخطا. الموضوع الاخر الموضوع المادي، يا حقوق يا تعويضات يا كذا، الموضوع يا وزاره الماليه ويم التشريع يحط لك موازنه عباره عن 120 مليار. احنا اليوم نحتاج لكي نسد موضوع التعويضيه نحتاج 900 مليار، واحنا بالسنه 120 من عندها تجديديه ومن عندها يعني رجاء اخوان انت لوم وانت طالب، لكن مع ذلك يجب ان تقف مع مؤسستك اليوم، تقف مع غرباء، تقف مع كل واحد منادي على المرء ان يسعى وليس عليه ان يكون موفقا. نعم جهودكم مشكوره جزاكم الله خير، لكن السبب الرئيسي فك اموال المؤسسه. وانا كشخص انا اخذ منها من المؤسسه لتصور ولتذهب الى اداره المؤسسه، اخذ منها من المؤسسه. انا شخص اجيب بس اعطيهم فلوس، اما ما عنده فلوس ولا يكون عنده انا اكتب بهذا. وشكرا مره اخرى لاداره المؤتمر المعرفي.